فيلم معانا النهارده هو فيلم بعد الشر لعلي ربيع. خليني اقول لكم قبل ما ابتدي كده ان انا مش من محبي علي ربيع ولا من محبي مسرح مصر ولا من جمهوره. انا في الاخر بشوف ان هم مجموعه من الهواة بيعملوا شويه سكتشات بيستظرفوا فيها، بيحاولوا يستخفوا فيها دمهم، لكن انا مش من هواة مسرح مصر خالص ولا من محبيه، وده رايي الشخصي. الفيلم بعد الشر بيحكي عن سولي اللي بيسيب عروسته يوم فرحها، واللي بنفهم من التترات بتاعه الفيلم ان هو واحد مقطع السمكه وديلها، وكل البنات اللي بتشوفه بتقع في غرامه، وكلهم تقريبا وعدهم بالجواز لكن ما بيتجوزش ولا واحده فيهم. ولما بيجي يتجوز رنا رئيس بيهرب يوم فرحه بحيله هو بيعملها، وفي الاخر هي عشان تنتقم منه بتعمل له تعويذه بتمنعه ان هو يقول كلمه بحبك لاي واحده. القصة زي ما سمعتوها كده ممكن انها تعمل فيلم كوميدي حلو جدا ويكسر الدنيا لو اتبذل فيها شوية مجهود وحصل فيها شوية اعتناء من الناس اللي كانت بتمثل فيه. لكن للأسف لا السيناريست بذل مجهود ان هو يخلق افكار جديدة عشان تفجر كوميديا، ولا الممثلين تعبوا نفسهم علشان يعملوا شخصيات وكاركترات للشخصيات اللي هم بيمثلوها. لو فاكر انك هتشوف رنا رئيس اللي شفتها في موضوع عائلي في فيلم بعد الشر، فانا بنبهك من دلوقتي اللي انت هتشوفه في فيلم بعد الشر عبارة عن شوية تهريج واستظراف مش اكتر من كده. البنات اللي فيه سواء اذا كانت رنا رئيس او ميرنا، الاتنين ما كانوش بيعرفوا يمثلوا، او ما توجهوش من مخرج علشان يقول لهم يعملوا ايه وما يعملوش ايه. هم اتسابوا على راحتهم وعملوا اللي يخرج منهم او اللي هم شايفين انه ينفع يبقى تمثيل، لكن للأسف في الاخر طلع مجرد تهريج. ميرنا انا ما شفتهاش قبل كده هوت في اعمال، لكن هي وجه جديد، شكلها حلو وتصلح انها تكون وجه سينمائي كويس لو بذلت مجهود انها تعرف ازاي تمثل، ولقت مخرج شاطر يوجهها يخليها تعرف تشتغل ازاي او تمثل ازاي. نيجي بقى لبطل الفيلم اللي هو علي ربيع. علي ربيع في شوية الاعمال اللي انا شفتها له ما بشوفش خالص ان هو بيمثل. هو بيجي يقف قدام الكاميرا يقول شوية الافيهات اللي عنده وبعون الله هيطلع فيلم يكسر الدنيا، لكن لا بيحاول يفهم الشخصية ولا بيحاول يعمل لها شكل ولا روح ولا كاركتر حتى من بره. ما بيعملش اي مجهود علشان يقدر يفهم الشخصية دي عايزة منه ايه ولا هو عايز يقدمها ازاي. هو بيعمل نفس اللي هو بيعمله كل مرة وبيطلع بيه للناس. الطريقة دي في التمثيل عمرها قصير جدا، وناس كتير قبل علي ربيع فضلت ماشية في السكة دي واختارت انها تعمل الكاركتر الواحد او الشكل الواحد او التيمة الواحدة للشخصية، والنهاردة هم مش موجودين تماما على الساحة. واعتقد ان اللي بيعملوا علي ربيع ده قرب جدا بيه على نهاية الخط. الفيلم في اوله كده بيفكرنا شوية بفيلم مطار الحب لفؤاد المهندس، لما كان بيحب بنت من كل بلد وبيوعدها بالجواز وفي الاخر بيخلى بيها. وزي ما قلت هو كان قماشة حلوة جدا لفيلم كوميدي، لكن للأسف الاستظراف والاستسهال والاستهبال هم كانوا سيد الموقف. أمين جمال السيناريست اللي كتب الفيلم ده سيناريست شاطر وموهوب على فكرة، لكن أولا هو ملوش في الكتابة الكوميدي، فمعرفش يعمل مواقف ظريفة ولا يقول إفيهات دمها خفيف، واعتمد على الأبطال بشكل كبير جدا. كمان أنا حاسس إنه السيناريو ما كانش فيه مخرج شغال عليه. مخرج الفيلم او احمد عبد الوهاب هو اسم انا ما شفتوش قبل كده، هو له اعمال سواء كوميديه او غير كوميديه، واعتقد ان هو عمل الفيلم ده علشان بس يتواجد او علشان يبقى فيه حد ينسب اليه الجريمه اللي اتعملت اللي اسمها بعد الشر دي. ملحوظه كمان بمناسبه الجرافيك، يا جماعه لو احنا مش هنعرف نعمل جرافيك كويس ملوش لازمه خالص الجرافيك. محدش ضربك على ايدك كمنتج او انت كمخرج علشان تعملوا جرافيك ب5 جنيه. يعني الناس بتشوف، احنا دلوقتي بنشوف يا جماعة الافلام عاملة ازاي والناس بتكلف افلامها ازاي، واتفرجوا على الافلام سواء اذا كانت بره او حتى في العالم العربي بقى شكلها عامل ازاي. احنا ليه نعمل حاجة تعرينا قدام الناس؟ انا متهيألي السبكي كان قاعد في المكتب بيفكر عايزين نعمل فيلم كوميدي، طب نعمل ايه؟ نجيب الولاد بتوع مسرح مصر علي ربيع وأسقس يعملوا شوية افيهات ويقولوا الكوميديا بتاعتهم، نحط كمان بيومي فؤاد يعمل الشويتين بتوعه ويقول الافيهات اللي عنده، ونجيب عمرو عبد الجليل يعلي عليه، نجيب كمان بنت حلوة، لا مش بنت، خلينا نجيب بنتين حلوين في الفيلم، فنجيب رنا رئيس ونجيب ميرنا، وتبقى دي خلطة كويسة نعمل بيها فيلم كوميدي.
خلينا نعمل الخلطة دي ونعمل بعد الشر. وطلع فعلا بعد الشر، بعد الشر قوي، لان مفيش اي حاجة غير كده تفسر ليه فيلم زي بعد الشر يتعمل فيلم من افلام العيد او يتعمل فيلم من اصله. افلام الحقيقة ما يستاهلوش الفلوس اللي اتدفعت فيها، ولا يستاهلوا ان الواحد يتعب وينزل من بيته علشان يروح يتفرج على الفيلم ده في السينما. انا بشوف ان الفيلم علشان يبقى فيلم يبقى فيه واحد من 3 مقومات. يا اما تبقى فيه قصة حلوة تشدني وتمثيل كويس، فاقدر لما اروح اتفرج على الفيلم ابقى على الاقل مبهور بالتمثيل او مبهور بالقصة، او يبقى فيه جرافيك حلو، موسيقى حلوة، تصوير مبهر في اماكن جديدة. فلما يبقى انا خارج من الفيلم ابقى خارج مبسوط ان انا اتفرجت على حاجة بالمنظر ده. او لو هو فيلم كوميدي فاضحك على الاقل فيه. انما الفيلم لا يبقى تمثيل، ولا تبقى قصة كويسة، ولا يبقى تصوير عدل، ولا تبقى مزيكا لها معنى، وناس جاية مش بتمثل لكن جاية بتهرج، لا كده يبقى كتير فعلا كتير. طيب وبعدين الحال هيفضل على كده ومستوى الافلام هيفضل بالمنظر ده؟ لا. الخبر الحلو اللي عايز اقوله انه ما افسدته افلام عيد الفطر تصلحه افلام عيد الاضحى. الافلام اللي جايه في عيد الاضحى افلام كلها شكلها جامده، وشكلنا هنشوف افلام وتمثيل وكوميديا بحق وحقيقي. كريم عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز، محمد هنيدي، منى زكي، احمد عز، آسر ياسين، مخرجين زي بيتر ميمي وشريف عرفة راجعين تاني. في مجموعه كبيره جدا من الافلام هتناقش معاكم فيها في الحلقه اللي جايه ان شاء الله. وربنا يسهل الموضوع يبقى احسن بكتير ونتفرج على سينما بحق وحقيقي. اشكركم.